السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة هنعمل مع بعض المكرونة الحمراء. أول حاجة حطيت حلة على النار فيها مية وسبتها تغلي، وبعدين نزلت بمعلقتين زيت ومعلقة ملح، وكمان احط ورق لورا. وبعد كده هنزل بالمكرونة على حسب بقى النوع اللي انتي حباه. طبعا بتختلف تسوية المكرونة على حسب نوعها، على حسب الماركة يعني اللي انتي مستخدماها، وكمان على حسب حجمها. يعني عارفين ان اشكال المكرونة كتيرة، كل نوع بيكون ليه تسوية خاصة بيه، وعلى حسب انتي بتحبي المكرونة تكون مسلوقة قوي او بيكون فيها قطمة شوية، على حسب رغبتك برضو. هقلبها كده من وقت للتاني علشان ما تلزقش معايا، وكمان اتابعها علشان ما يبقاش في جزء بدأ ان هو يتسلق كويس والتاني لا. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا، طريقة مميزة وحلوة، بتدي طعم حلو جدا. يعني كل اللي بياكلها مني بيعجبوا المكرونة بتاعتي جدا وبيبقى مبسوط منها. انا جوزي بيحب الطريقة بتاعتي في المكرونة جدا. جربوا الطريقة دي وهتعجبكم ان شاء الله. لو الطريقة عجبتك ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام كده، هتابع التسوية بتاعتها. هي خلاص كده بقت جاهزة معايا. بعد كده في حلة على النار احط فيها شوية زيت، وهنزل ببصلة متوسطة الحجم مفرومة، تمام كده. في ناس بتعمل المكرونة ببصل بس من غير توم، وفي بيعملها بتوم ومش بيعملها ببصل، على حسب يعني الرغبة. بس انا بحب اعملها ببصل وتوم، تديلها نكهة كده مميزة وطعم حلو. وكمان بسبك الصلصة، يعني الطماطم بتاعتها بحبها تكون مسبكة، ما تكونش كده عصير طماطم طعمه باين فيها، بيبقى مغير طعمها. لما بتكون عصير طماطم كده فيها باين بيبقى مغير طعم المكرونة. فانا بحب الطماطم بتاعتها دايما تكون متسبكة. حطيت معلقة توم كمان. اول ما البصلة دبلت معايا نزلت بمعلقة توم، واول ما بدأت تاخد اللون الذهبي ده هنزل عصير الطماطم او الصلصة. انا عندي صلصة عاملاها في الفريزر. شايفين القطعة دي بتاع قوالب الكب كيك. انا كنت عامله الصلصه وحطاها في القوالب دي بحيث لما اجي اخد قطعه قطعتين وابتدي ان انا اشتغل بيها على طول، ما اقعدش لسه افك الكيس. وكمان دي المكعبات دي بتاعت القوالب بتاع الشوكولاته. عامله برضو صلصه بس دي تقيله شويه، زي الصلصه اللي بنشتريها من السوبر ماركت، بتكون تقيله شويه يعني بتدي لون احمر اكتر. وعاملاها في مكعبات صغيرة كده بحيث لما اكون عاوزة احمر الصلصة بتاعتي اجيب مكعب او اتنين واضيفهم عليه. وعاملة كمان الفلفل الاحمر بنفس الطريقة دي. عندي التوابل ملح وفلفل اسمر وكمون وكاري وبهارات فراخ وريحان وبابريكا وجوز الطيب، تمام. ومرقة كمان لو حابة. ولو هتحطي مرقة، لو هتحطي مرقة دجاج ما تكتريش الملح لان المرقة بيبقى فيها نسبة ملح. وهخلطهم كده مع بعض واسيبهم شوية. ممكن تضيفي لهم ربع كوباية مية بسيط خالص. وبعد كده هنزل بالمكرونة واخلطهم مع الصلصة واسيبهم لمدة 10 دقايق على نار هادية. هقلبهم كده كويس وبعدين اسيبهم لمدة 10 دقايق على نار هادية. طعمها بيبقى تحفة جدا وهتعجبكم جدا ان شاء الله. جربوا الطريقة دي، وكل اللي هيدوقها من ايدك هيقولك تسلم ايدك. تمام كده.
كده بقت جاهزة عندي، وده شكلها اهو، مش معجنة ولا اي حاجة. في طرق كتير، يعني في طريقة اللي هي ما تسلقيش المكرونة، بس دي بتبقى برضو محتاجة يعني تمكن شوية، ممكن تزودي المية فتعجن منك، ممكن تبقي مقللة المية فجزء يستوي وجزء لأ، فيفضل انك تسلقي المكرونة لوحدها وبعد كده تضيفيها على الصلصة. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة، اشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد، وكمان شوفوا الفيديوهات القديمة، كنت منزلة حاجات حلوة وهتعجبكم برضو، جربوها واكتبولي رأيكم في التعليقات عجبتكم ولا لأ.